الجمهوريه على حساب طبعا الرئيس الشرعي المرسي. ويعني كان لديه اساس خاطئ انه ربما بوصول قائد الانقلاب العسكري الى مناصب الرئيس ربما يكون هناك طبعا في التعامل مع الصحفيين، وهذا ما كان يردده بعض المحسوبين على الانقلاب بقولهم لا نستطيع ان نحاسب هذا القائد السلطه الاعلى، ولكن ظهر عندما دور السلطه وظهر على حقيقته، ومنذ تولي السلطه وحتى الان عدد الانتهاكات لم تنتهي وبداها بشكل غريب وهو اعتقال الاستاذ ممدوح الولي وكيل الصحفيين، وقبلها طبعا الاستاذ مجدي الصحفيه كبيره، ثم احكام السجن احكام كبيره جدا 3 سنوات و5 سنوات للصحفيين. كل هذا يؤكد ان هذا الرجل هو عدو لحريه الصحافه وجاء ليمجد الصحافه وينتقد من الصحافه، لانه يعلم تماما ان الصحافه عندما تمتلك حريتها تستطيع ان تسقط الانظمه وعندما ضرب انظمه كثيره. في نقطتين برضه عايزين ناكد عليهم. التقرير اللي احنا استلمناه